ولكن خلينا متفقين ان الثانويه العامه دي اكبر حاجه اوفر ريتد في مصر، واخده ضجه، واخده حاجه اكبر من حجمها بكتير، وهتحدد مستقبلك. طبعا بعيدا عن نظام التعليم، او ان احنا مش هنخش في حته ان النظام هو اللي صح ولا غلط ولا ايه المشكله، ولكن انا هتكلم على الاهالي، وهتكلم على الناس اللي في الثانويه العامه. انت ازاي تخش الثانويه العامه اصلا وانت عارف، او تخش الثانويه العامه وانت مش خايف؟ لان اهم نقطه عايز اتكلم فيها عن الثانويه العامه هي حته الخوف. انا طالع بتكلم مع اخواتي حته ان انت الثانويه العامه دي انتوا ليه كله بيخش مرعوب؟ ده طبعا بيحصل بسبب الضغطه بتاعت الناس، وان مستقبلك هيتحدد من دي، ولازم تجيب مجموع عالي، ولازم طب او هندسه او ألسن او تربيه او الحاجات اللي هي بلس 90 دي. تمام. ولكن كل ده ضغط كبير على واحد اساسا هو لسه في مرحلة المراهقة، واحد عنده 17 سنة، ولا عارف هو مستقبله هيحصل فيه ايه ولا هيعمل ايه، ولا هو ممكن يكون اساسا ما حددش هو عايز ايه. لان طبعا زي ما قلنا، يعني هنقول ان هو ده بسبب النظام اللي في مصر في التعليم من واحنا صغيرين، اللي ما بيخليكش عارف انت عايز ايه، وبيحدد لك حاجات معينة انت لازم تخش في الحاجات دي. ولكن خلينا نبص كده للثانوية العامة بصورة تانية. الخوف والتوتر والضغط وكل اللي احنا بنعمله ده غلط. وفي الاول وفي الاخر احنا مثلا بنقول ان عايزين ابننا يطلع دكتور، او ابننا يطلع مهندس، او كل الحاجات دي. ولكن هو في الاول وفي الاخر ده نصيب، وده رزق، وده حاجة بتاعت ربنا. انت ما تعرفش ابنك هيتحط في ايه، فما تحطوش، انا الكلمة دي موجهة للاهالي، ما تحطوش على اولادكم ضغط. ما تحطوش على اولادكم ضغط ارجوكم. بلاش الضغط اللي بيتحط من اول هيخش ثانويه عامه، من سنه اولى لازم تذاكر في اولى وتذاكر في تانية وتخش في تالتة بقى تجيب 90% او 95 او 99. ليه الضغطه دي كلها؟ مع ان احنا ممكن نتكلم مع اولادنا. انا عن نفسي انا ابني ان شاء الله لما يكبر، يعني انا ما عنديش ولاد اصلا، بس يعني ان شاء الله لما ربنا يكرمني واخلف وابني يكبر ويبقى في الثانويه العامه ان شاء الله يجيب 60%. هو في الاول وفي الاخر انا يعني هو ابني، انا ماشي عارف ان الاهالي بيبقوا عايزين ان هم ابنهم يبقى احسن حاجه في الدنيا، وان ابنهم يطلع ناجح ويطلع شاطر ويطلع حاجه متفوقه ويفرحوا بيه ويكون في مركز عالي. ولكن مش الثانويه العامه اللي هتحدد ده. ما انا ممكن اخش اي كليه تانية وانقل من المجال اللي انا فيه اصلا. هو احنا لو بصينا لكل المجالات، في كل المجالات اللي حوالينا في ناس ناجحه وفي ناس اغنياء وفي ناس محققين اعلى درجات، ولكن مش بالثانويه العامه. بصوا حوالينا دلوقتي اغلب الناس الناجحه اصلا ما كانوش شاطرين في الثانويه العامه، بغض النظر ان في ناس كانوا ناجحين وكانوا شاطرين في الثانويه العامه ودخلوا بعد كده كليات قمه زي ما بتتقال، مع اني ما بحبش المصطلح ده، ما فيش حاجه اسمها كليه قمه.